حبايبي يلا نفتح على الفسيخ اللي احنا عملناه مع بعض ونشوف هو عامل ايه. نقول بسم الله. انا طبعا كنت عاملاه في اكتر من كيس وبعد كده عاملاه في استرتش. انا شلت الاسترتش وسبت الاكياس. ونقول بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله زي الزبدة اهو شايفينه. يلا ننضفه بقى ونبدأ تنظيف مع بعض. طبعا تنظيف الفسيخ مش محتاج حاجة، بل بالعكس يعني كلنا ستات بيوت شاطرة. بس انا هقول لكم على طريقتي في تنظيفه، وكل واحدة وعلى حسب هي ما بتحب. ممكن واحدة تستفاد مني وأنا بحب أستفاد من الكل، ولا ممكن واحدة تستفاد مني أو اتنين. بس مش ده يعني إن أنا بقول إن أنا يعني أشطر واحدة ولا حاجة، لأ كلنا شاطرين إن شاء الله. أهم حاجة إن أنت تكوني زوجة مدبرة تمشي ميزانية شقتك او بيتك على قد امكانياتك، تاكلي وتشربي وتجيبي كل حاجه وتدبري وتوفري. عارفين أكلة الفسيخ ديت مكلفاني 20 جنيه أو يمكن أقل. أنا جبت كيلو من السمك البوري، عملته النص مشوي والنص عملته ملحته معاكم عملته فسيخ. أنا بقى إيه بعد ما شلت قشرة السمك فتحته بقى اهوت وهشيل بطنه. بحك بقى السمكة كده علشان اللون الأسمر اللي انتوا شايفينه ده. وانا بشيل دماغ السمكه، في معرفش في ناس بتشيله في ناس مش بتشيله، انا بحب اشيله. وكمان اشيل اللي هي السفاية السمكة اللي بتكون موجودة في النص، بشيلها برضو مش بسيبها. وكل حاجة وعلى حسب الرغبة وعلى حسب انت بتعملي ازاي. حابة الطريقة مفيش مشاكل، مش حباها مفيش مشاكل، انا بقولها للمبتدئين. بس في طبعا في ناس ستات بيوت اشطر مني وشاطرين جدا وبحب استفاد من يعني لما حد بيعلق لي على حاجة انا والله بسمعها وبحب التعليق. يعني انا مش بزعل من التعليقات ولا اي حاجة، انا باخد كل حاجة يعني ايه بحسن نية الحمد لله يعني. هبدأ بقى في تنظيف السمكة التالتة وننضف كل السمك. هما 3. من ضمن الحاجات ان انت تكوني مدبرة في شقتك وفي مطبخك، ان انت ما تعمليش كمية اكل كبيرة. لا اعملي بكميات صغيرة بحيث ان انت ولادك ما يزهقوش من الاكل. يعني مثلا لما تعمليش فسيخ ما تكونوش 4 افراد وتعملي كيلو ونص او 2 كيلو فسيخ، لا ده كتير عليكي. اعملي بحيث ان هو يكفي طقة، وبدل ما تعملي كمية كبيرة وتستنى عندك، لا اعملي مثلا كمية على قدك وفوتي مثلا اسبوعين 3 لو انتوا بتحبوه زي حالاتنا كده. فوتي اسبوعين 3 واعمليه تاني، بتكون بقى على شوقة كده وبيبقى طعمه حلو واحسن. وولاد انما لو انت عملتوا لهم متوالي متوالي كده او هو قدامهم كتير، بيبدأ ولادك يزيدوه وانت نفسك كمان بتزيدي، فكتر ان الاكل يكون قدامك دي حاجة مش كويس. طبعا انا زي ما بقول لكم دايما، حتى ما تعملي اي حاجة اعمليها على بكميات قليلة عشان ولا يتبقى عندك ولا تهدري في حاجة في الغلو الفظيع اللي احنا فيه دلوقتي. هنضف بقى السمكة التالتة معاكم ونشوفه في النهاية هيكون شكله عامل ايه.
انا يا حبايب قلبي هسيب لكم طريقه عمل الفسيخ اللي انا نزلتها معاكم، هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. شايفين بقى الفسيخ طري زي الزبده ما شاء الله، زي ما انتم شايفين يعني قدامكم. اشيل بقى الحاجات ديت وتشوفوا بقى الثلاث فسيخات بتوعي. يا رب يعجبكم الفيديو وتعملوا لنا لايك. مع الف سلامه.